طيب بعد ما خسينا من الدهون دخلنا في متوسط 15% من وزننا، يعني لو حد وزنه 100 كيلو خس كام؟ 15 كيلو. ايه اللي بيحصل بقى في الجسم؟ الجسم يبدا يفوق بقى، وايه الحكايه؟ المجاعه دي مطوله ولا ايه؟ تعمل ايه بره؟ ايه حكايتك؟ فيبدا الجسم يدخل في حاله خوف شويه. طبعا حاله الخوف دي ليها احنا بنسميها بشكل علمي ميتابوليك ادابتيشنز. بيبدا الجسم يظبط الهرمونات بتاعته بشكل معين، بيبدا يقلل كمان معدل حرقه شويه حتى لو احنا بنخس بافضل طريقه ممكنه. ليه بيقلل معدل حرقه؟ لسببين. اول سبب ان شايف ان مرحله الخساره بالنسبه له طولت قوي، ده رقم واحد. رقم اتنين ان كده الوزن قل. اهو الوزن ده ال 15 كيلو دولت انا عشان اشيلهم على جسمي واتحرك بيهم محتاجين هم كمان حد ذاتهم ايه؟ محتاجين طاقه. ال 15 كيلو شلتيهم خلاص، فمعدل الحرق يقل شويه، ده بشكل طبيعي. فساعتها ندخل في حاله اسمها البلاتو او مراحل ثبات الوزن. الناس هنا بتنهار، تقول لك خلاص جسمي باظ، جسمي خلاص مش هيخس تاني، فيبدا ايه؟ تحاول اسبوع التاني ما جابش، تروح رايحه طالبه ايه؟ ديليفري. الوقت ده هو اكتر وقت انا محتاج استنى شويه. لو استنيت شويه وعملنا بعض التعديلات البسيطه في النظام اللي احنا ماشيين عليه، بنلاقي الجسم يبدا ان هو ايه؟ يرجع يكمل تاني.